بونجور، نرجع مرة أخرى نحكي على ملف المجتاحين الأفارقة للأراضي التونسية أو المهاجرين غير الشرعيين. وأنا ما يهمنيش برشا أنه نحكيه على المهجرين ولا الضحايا ولا ضحايا الحقبة الاستعمارية. هذا ما يعنيناش احنا في تونس. مش هنا باش نعوضوا للناس اللي الاستعمار سرق لهم ثرواتهم، وكي الاستعمار سرق لهم ثرواتهم مالا خليهم يتعداو، علاش حصرهم لهنا؟ انا ما يهمني هو سلامة التراب التونسي، هو امن التونسيين. في الملف هذايا ما نحبش نتعداو من مرحلة الفشل في إدارة الملف إلى مرحلة إدارة الفشل. اللي يحب يعرف الناس هذه كاش تدخل كل يوم بالأعداد الكبيرة ينجم يسأل وزير الداخلية، لأنه المنظومة الحدودية عند وزارة الداخلية. وما نتصورش لو كانت الدولة ما تعرفش اللي اليوم اللي فما أمر كبير على حدودها من الطرف الجزائري. 80 أو 90% من اللي قاعدين يدفقوا مش هم قاعدين يدخلوا من المعابر الرسمية وبالباسبورات، راهم قاعدين يدخلوا خلصة. وهذا عار على الدولة إذا كان هداك في اليوم عاجزة على أنها تحمي حدودها. هذا عار، وهذا يأثر على السياحة ويأثر على الاستثمار في تونس إذا كانت تولي بلادنا غير قادرة على حماية حدودها. تواجد الأفارقة هذه في الحلقة الضعيفة اللي هي تونس راهو عنده أسباب. راهو حالة الاختناق المالي اللي نعيشوا فيها هي اللي خلت الأوروبيين اليوم وعلى وجه الخصوص الطلاين يستغلونا، وخلتنا نصدروا الأمر 181 في 5 أبريل 2024 المتعلق بإنجاد البحريين المنكوبين أو المكروبين. شوف، نحن عنا 3 مشاكل. عنا ناس تو موجودين، عنا تدفقات من الحدود البرية، وعنا مشكل آخر مهم مع الطلاين، مشكل القوارب اللي تتشد في المياه الدولية. يا هل ترى هذه يلزوها يرجعوها للمياه الإقليمية التونسية وناخذوها احنا بقطع نظر منين خرجت، من الجزائر، من ليبيا، من تونس، ولا ياخذوها هما؟ وهذا مشكل آخر كبير، لأنه التدفق يكون من برا ويكون حتى بحرا بإرجاع القوارب اللي تشدها الخافرات الإيطالية في المياه الدولية. الطلاين راهو الحزب اليميني هذا المتطرف الحاكم في إيطاليا يساعدوا يبقاو ويكونوا الأفارقة موجودين في تونس، لأنه هذا يبقى أداة متاع حكم وأداة متاع ترويج. وميلوني اليوم نجحت في البرنامج وفي استقطاب الشعب الإيطالي، وأنه إبقائهم في تونس هو إبقاء على التهديد بالاجتياح الإيطالي. ويولي الحزب اليميني إذا كان ما تنتخبوناش نحن هاو يستنوا فيكم في تونس باش يجتاحوا إيطاليا، علما أنه راهو اللي يجتاحوا إيطاليا ويدخل لامبادوزا ما يقعدوش في إيطاليا، راهو يمشوا لأوروبا، باقي البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا. ولذا نحن اليوم بدون رؤية يا خويا اش تحبوا تعملوا؟ توزعوا فيهم بجز الباب وجندوبة وما نعرفش وين ونبزة وباجة. وين ماشيين؟ هذه حلول وترميوا فيهم في الغيب تاع الزيتون، في الغيب تاع اللوز، ويأثروا على الفلاحة ويأثروا على الاستقرار. الناس هذه لازم يقع عزلها في مكان وإبعادها، ما يلزمهاش تتخلط مع المواطنين. عملوا كما عملت المغرب. المغرب لمتهم في 6 ومليلة مقابل إسبانيا وابتزت بهم أوروبا. هو عنا نحن عنا جالتا، عنا في جهة الهوارية هم قرابة ذوما لامبادوزا، عنا حتى في جهة قرقنا فما جزيرة ما نستحضرش اسمها توا. حطوهم غادي في انتظار أنه تلقاو بهم حل ويكونوا ورقة ضغط تفاوضوا بها، مش أن نهبطوا يدينا ونقعدوا نحكيو ومليارات تدفق ميسي نورمال. كل ظاهرة فيها ناس تستنفع منها، وهذا اليوم دور الدولة
أنها الساعة تسكر اليوم، تسكر، انشر الجيش، انشر على الحدود، مادام الطرف الجزائري قاعد يتآمر علينا وأنه الناس هذوما ملي كان جانا عندنا حدود معاهم، ملي رانا عندنا 3 ولا 4 ملايين تو من جنوب الصحراء. هذا من شغل الجزائر الكل، راهو يعبدوا فيهم في الكمين ويهبطوا فيهم على الحدود التونسية. السلطة والدولة ما يلزمهاش تتسائل. شي يهمك في الجمعيات اللي هنا موجودين جمعيات وموجودة فلوس موجودة كذا، أنت أحمي حدودك وحمر عينيك مع الجزيرية وحمر عينيك مع الطليان وأعرف كيفاش تفاوض بهم في وقت معين. أما مش نرفعوا شعارات ونهبطوا أمر مش حتى قانون باش نلزموا الدولة بالحماية والإنجاب، ومن الغد نقولوا لا للتوطين وما عندناش رؤية في التصرف فيهم في الناس اللي موجودة توا لهنا. سايب البحر، سايبهم خلي يمشيوا. سامحني انت تو حل حدودك البرية ماكش مسيطر عليها، هما قاعدين يتدفقوا ومن الغد مسكر تحب تسكر البحر، اي وانت حتمشي يعني مش توطنهم بطبيعتك. ولذا يلزمنا رؤية واضحة ورؤية تنخرط فيها كامل قوى المجتمع المدني. ورانا بلادنا هذه نحبها واختنا من البكاء و2018 وخذاو فلوس والمرزوق ينحى فيزا، يا اخي قاعدين يدخلوا بالباسبورات من مناطق العبور الرسميه. هما الحل اليوم مش في نقد الماضي، الحل اليوم في خلق تصور في اداره الازمه وفي اداره الملف وفي استعماله مع الاتحاد الاوروبي ومع الطليان. ما نهبطوش يدينا وما نهبطوش روسنا، هذا المطلوب اليوم بدون بكائيات، حتى لا نمر كما قلت من الفشل في الإدارة إلى إدارة الفشل.